سيارة بنكيران تدهس إطارا تربويا بطنجة علم. طلقناه أن سيارة رئيس الحكومة داهست مساء أمس الأحد 19 يونيو 2016 إطارا تربويا بمدينة طنجة مباشرة بعد نهاية اللقاء الذي شارك فيه بنكيران بدعوة من بيت الصحافة بمدينة البوغاز. وحسب الصفحة الرسمية على الفيسبوك للتنسيقية المحلية 10,000 إطار جرى تكوينهم من طرف وزارة التربية الوطنية، فإن أحد أعضائها ويدعى قاسم الهوير نقل إلى المستشفى بعد كسر على مستوى الرجل تسببت فيه سيارة رئيس الحكومة، وهو على متنها أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية احتجاجا على بنكيران بعد زيارته لطنجة. وقام المحتجون المنتمون لتنسيقية 10,000 إطار تربوي بمحاصرة السيارة التي كان على متنها بنكيران حين كان يهم بمغادرة الندوة، ما أسفر عن إصابة الإطار التربوي المذكور بكسر في رجله، حيث يطالب المحتجون بإدماجهم في الوظيفة العمومية مباشرة بعد نهاية تكوينهم كأطر بوزارة التربية الوطنية. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والمشاركة. شكرا على المشاهدة.